اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا احسن متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده بقى هنعمل الكيكه او البسيسه في البيت. تعالوا نشوف الطريقه الجميله التحفه اللي احنا هنعملها بيها النهارده. معايا اول حاجه كده كوبايتين من الدقيق الذره، ومعايا كوبايه من الدقيق الابيض. ماشي، الدقيق الذره لازم يكون مطحون جدا 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 وناعم زي ما انتوا شايفين كده. انا صراحه جايباه من السوبر ماركت، لو انت متوفر عندك، او هتجيبيه من اي حد يعني في السوق، ممكن تجيبيه ان هو ايه يكون ناعم جدا ومطحون جدا. اول حاجه هعملها معايا دلوقتي بيضتين حطيتهم في شفشق الخلاط، ونزلت بكوبايه الا ربع من السكر، كوبايه الا ربع من الزيت، كوبايه الا ربع من اللبن، ورحت نازله بالكلام الجامد ده كله، وذره من فانيليا ومعلقه من الخل. ماشي، ورحت نازله دلوقتي بالدقيق الذره انخله كده، واروح جايبه برضو كوبايه الدقيق الابيض واروح نازله بيها عليها بنفس النظام كده، واروح جايه نخلم. انا كنت نخلم قبل كده، بس صدقني النخل دوت بيخلي الكيكه بتاعتك فيها طراوه، وبيساعدها ان هي تبقى هشه وجميله. طيب حطيت دلوقتي كيس بيكنج باودر 16 جرام على الكيكه بتاعتنا. دلوقتي حطيت المواد الجافه كده على بعض، وبروح جايه مقلباهم كده، ذره ملح صغيره، واروح جايه مقلباهم كده ايه على بعض كده، وبروح جايه مقلباه. شايفين بقى الدقيق بتاعنا شكله جميل تحفه والله. فبروح جايبه بقى السائل اللي في الخلاط، بس اهم حاجه اكون ضرباه ضرب مربح كده وجيد، واروح مقلباه. بصوا يا جماعه، برضو زي اي كيكه بنعملها، بدنا نقلب من ناحيه واحده، من اليمين للشمال كده، ربنا يجعلنا من اهل اليمين. وداني مقلباه كده. في الوقت دوت بكون انا مولعه الفرن على درجة حرارة 180، واروح سايباها كده ايه الفرن بتاعي يسخن على مهله. فبروح جايه مقلبه الخليط بتاعنا كده، واروح جايه مجهزه صينيه، واروح جايه ماسكه الصينيه بتاعتنا عيصاها زيت. اهم حاجه تكون زيت، عشان خاطر الزيت بيديني قرمشه للكيكه من تحت، بتبقى خطيره كده وبتديني لون تحفه. واروح جايه مقلباها كده، واروح جايبه الصينيه عصتها الزيت كده يا جماعه، واروح جايه بقى ايه نازله بالكيكه بتاعتنا القمر ديت، واروح حطاها واروح هزاها، رزعاها كده رزعتين كده محترمين، واروح مطلعه منها الهوا، واروح رايحه على الفرن بقى على طول. اروح رايحه على الفرن، اكون مسخنه الفرن، مش تستني ما تحطيها وتستني ان هي تاخد منك هوا وبعدين تروح حطها في الفرن، لا، تسخني الفرن الاول كده. طبعا لما طلعت من الفرن هي الكيكه بتاعتنا القمر ديت، وبروح جايه مقطعاها كده زي ما انتوا شفتوا. يا رب يبقى الفيديو عجبكم، مش تنسوا اللايك وسبسكرايب. الكيكه بتاعتنا اسفنجيه وجميله تحفه تحفه، ظهرها زي وشها. يا رب كده يبقى الفيديو بتاعي عجبكم. مش تنسوا اللايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد وجديد، ويا رب اكون بقدر اقدم لكم الجديد والمفيد. ومستنيه كده منكم احلى لايك واحلى تعليق واحلى كومنت تقولوا لي فيه ايه رايكم في الكيكه بتاعتنا النهارده.